السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة وتفاؤل. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوناش باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. ان شاء الله مع بعض النهارده هندمس الفول. تقدري تعمليه في البيت بمنتهى السهوله. ممكن تعمليه بنص كيلو فول او بكيلو فول، بيعمل معاكي كميه كويسه جدا. بعد ما بتعمليه كده ويخلص معاكي تقدري تبرديه خالص، يبرد خالص معاكي، وبعد كده تعبيه في اكياس على قد الاكله وتحتفظي بيه في الفريزر وقت ما تحبي. بتطلعيه يفك خالص وتستعمليه. بيطلع معانا طعمه وريحته تحفة يا جماعة، والله جربوه بنفس الطريقة اللي احنا هنعملها مع بعض وهتشوفوا هيبقى معاكم عامل ازاي. نقول بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وندخل على بركة الله نبتدي الفيديو. أول حاجة هيكون معانا حوالي كيلو من الفول أو نص كيلو زي ما انتوا شايفين. هنبتدي بقى نبله، نحط عليه مية بقى كده ونبله. ننقع الفول يا جماعة حوالي من 8 ساعات، اللي ممكن تسيبيه كمان يوم كامل. بس من وقت للتاني بقى المية بتتغير، من وقت للتاني المية بتتغير، كل ما تخش المطبخ كده تغيروا له المية. بعد ما نقعناه الفول معانا هو محطوط على مصفى، حلة بقى على النار كده تنقع معانا ليلة كاملة. في المية هنحط معلقة من البابريكا ومعلقة من الكركم. يبقى حطينا معلقة من البابريكا ومعلقة من الكركم، ده بيدي لون حلو جدا جدا للفول. كمان انا كان معايا جزرايه كده، لو عندك جزر فريش، انا كنت مفرزينه جزر فحطيت زي جزرايه كده. معانا كمان حوالي 3 معالق من هو الفول المدشوش بتاع الطعميه، و3 معالق من العدس الاصفر. يغلوا معانا كده، بس يغلوا على النار، وعلى طول هننزل بالفول بتاعنا. احنا مستعملين حله عادي جدا يا جماعه، مش ضروري ابدا يكون دماسه في الحله، ونقدر ندمس الفول بمنتهى السهوله. طبعا هنسيبه ياخد له غلوتين، وكل ما يظهر على وش ريم زي ما انتوا شايفين بنتخلص منه خالص. في بدايه ما هنسوي الفول النار بتاعتنا بتبقى عاليه، يعني حوالي 10 دقايق او ربع ساعه، ونستنى كده لحد ما نعين كل الريم اللي على وش الفول. نتاكد كده ان مفيش اي ريم، نتخلص من اي ريم هيظهر على الوش. مكوناته سهلة جدا ونضيف وسريع، وهيتعمل معاك بمنتهى السهولة، وهتشوفي طعمه كمان عامل ازاي، بيبقى لونه فاتح كده وتحفة. بنتخلص كده من اي فول، من اي ريم. هنغطيه بقى يا جماعة ونهدي النار عليه خالص. اهي النار عالية، ههديها خالص. زي ما انتوا شايفين يا جماعة ابتدى يستوي معانا وبقى زي الفل. طبعا تقدري تضربيه شويه كده بالهاند بلندر، او تاخدي شويه تضربيهم في الخلاط، تخليه يعني نص كده في مضروب، ونص يبقى بحاله يعني صحيح كده. في الوقت ده بقى محضرين معلقتين من الدقيق، عليهم معلقه من الصلصه وشويه ميه. ده بيدينا قوام برضو للفول حلو جدا، بيلف معانا الفول وبيبقى تحفه، مع ان في جميع الاحوال هو طالع معانا حلو جدا. شايفين بقى معانا هايل، ياخد يا دوبك غلوتين وكده يبقى جاهز. بيعمل معانا حلة فول يا جماعة محترمة، حلو جدا، تقدري تعمليه في البيت كده بمنتهى السهولة، ومقادير سهلة جدا. نشتغل على نص كيلو فول او كيلو زي ما تحبي. كده تمام بقى جاهز معانا. بقى تقدري بقى تاكليه بألف هنا وشفا، يبرد معاكي خالص خالص. هنشوفه مع بعض برضو لما نغرفه كده في الطبق، وتسيبيه يهدى معانا لحد ما يبرد تماما، وتحطيه. شايفين يا جماعة لونه في قلب الطبق تحفة. وتروحي بارد خالص تحطيه في اكياس،
وتروحي حاطاه في الفريزر، تخرجي من الكيس الهوا كده وتفرزنيه، وقت ما تحبي بتطلعي قبلها بساعة او حاجة وتشتغلي بيه، بيبقى معانا حلو جدا. شوية طحينة كده وبألف هنا وشفا. خلصنا النهاردة وصفتنا، انتظروني بقى في وصفة جديدة، ما تنسوناش بقى باللايك والشير. اسيبكم بقى على خير واشوفكم على الف الف خير. زي ما انتم شايفين الكمية حلوة جدا، عبيت كل الكمية بعد ما بردت تماما. طالع معانا هايل يا جماعة، جربوه بطريقتنا ان شاء الله ويعجبكم. ما تنسوش بقى تعليق حلو منكم. انتظروني في وصفة جديدة وفيديو جديد. اسيبكم بخير واشوفكم بخير، والسلام عليكم. دمتم في امان الله ورعايته، مع الف سلامة.